انا في حاجتين عملتهم غيروا حياتي، اتكلمت عليهم كتير قوي. لو انت حد بتتفرج على البودكاست او بتتفرج على اي كونتنت انا بعمله you probably know what I'm gonna talk about. بس هم ببساطه جدا حاجتين: meditation ورeflection. meditation ورeflection دول tools اقسم بربي غيروا حياتي. they've made me a completely different person. they changed my fucking life for the better and I owe these tools everything. here's the thing: I don't recommend خالص لو انت شخص لسه بادئ، لو انت شخص عمرك ما عملت اي نوع من انواع المديتيشن وعمرك ما عملت اي نوع من انواع الريفلكشن، I wouldn't recommend meditation في الاول. مع ان انا ما اقدرش اعيش من غير meditation. يعني انا بقالي 3 سنين بمديتيت كل يوم مرتين في اليوم والله العظيم. انا تقريبا ما فوتش ولا مره غير 3 ايام. ال3 ايام دول كنت عملت فيهم حادثه فالدنيا كانت متلخبطه جدا. بس قبل ال3 ايام دول ما فوتش ولا يوم مرتين في اليوم، وبعد ال3 ايام دول ما فوتش ولا يوم مرتين في اليوم بمديتيت. بس I wouldn't recommend it. مش هضحك عليك, I wouldn't recommend it على الاقل في الاول. ليه؟ عشان في البدايه meditation في المطلق صعب جدا. يعني في المطلق معظمنا, وانا كان عندي مشكله دي ممكن اقول اكتر من اي حد, انا كنت بقدر اقعد ومفيش صوت. مستحيل عشان كنت بفكر كتير قوي وكنت باوفر ثينك كل حاجه, والموضوع كان بيوصل لمرحله ان انا مش قادر, ببقى يعني بتاكل من جوايا ودماغي بتفشخني. فكنت لازم يبقى في حاجه شغاله, يا مزيكا يا تي في شو يا ما اعرفش فيلم يا ايا كان, لازم يبقى في حاجه شغاله عشان لازم ابقى دايما سامع حاجه, عشان اللحظه اللي انا ما بسمعش فيها حاجه ببدا افكر, لما ببدا افكر الدنيا بتتفشخ. فان انا اطلب منك ان انتوا to force yourself to sit down for 5 minutes or 10 minutes, وكل اللي انتوا بتحاولوا تعملوه ان انتوا تركزوا على نفسكم او تركزوا على واحده مثلا صوت او تركزوا على احساس معين, انا عارف ان ده هيبقى صعب قوي. I would want you to do it, بس in the beginning I wouldn't recommend it. ليه؟ because it's fucking tough. It's very difficult. وhaving been through meditation وhaving been meditating for 3 years, I can tell you ان to this day لحد النهارده it's still fucking tough. الموضوع فعلا صعب, بس قدام I'd recommend it. بس دلوقتي حالا لو انت شخص لسه بتحاول تخلي بالك من mental health بتاعك, if you're just starting out and you want to take care of your mental health, I would recommend reflection. ايه هي reflection ببساطة جدا هو ان انا وانت هنقعد وهنكتب ايه؟ هنكتب اي حاجة معلم. اول حاجة بتيجي في دماغك واول حاجة بتيجي في دماغي, احنا مش لازم نقعد عندنا تايتل معين حاطينه وعايزين نكتب عليه, مش لازم تقعد تكتب عن موقف واحد, مش لازم تقعد تكتب عن احساس واحد. احنا بنقعد وبنكتب فقط. تكتب على ايه؟ ورقة وقلم, لابتوب, تليفون, اي حاجة, بس اي حاجة انت تقدر تعملها يعني لفترة sustainable. So reflection ببساطة جدا هو انا دلوقتي حاسس ان انا زعلان, فهبدأ اعمل ايه؟ والله العظيم ده بالظبط اللي انا بعمله. انا لو حاسس ان انا سيبك من زعلان, انا حاسس ان انا قلبي مقبوض, خلاص بعمل ايه؟ بفتح عندي, بخش على اللابتوب. انا عاده برفلكت على اللابتوب عشان يعني بيبقى سهل ان انا اتراك الريفلكشنز بتاعتي واعمل سيرش على حاجات معينه. فبخش بفتح الاب اللي انا برفلكت على نوتس, فبفتح نوتس وبكتب ريفلكشن, بكتب الديت اللي هو مثلا النهارده كام؟ النهارده مثلا 29 يناير 2023. بكتب 29 يناير 2023 وببدا اكتب اللي انا بكتبه. ساعات بيبقى ليه علاقه باللي انا حاسه, بس ساعات تانية ببدا الريفلكشن النهارده صاحي من النوم حاسس ان انا الحمد لله لذيذ, بس برضه في نفس الوقت امبارح لما جيت انام فكرت في حاجه والحاجه دي ضايقتني, فبدات اتعمق فيها شويه, لقيت ان انا مش مبسوط, او لقيت ان انا مبسوط, او لقيت ان انا حاسس ان انا I'm grateful, او لقيت ان انا راضي. اجان تعالى نرجع ناخد مثل ونمشي لحد اخره. انا قلبي مقبوض فهبدا اكتب النهارده حاسس ان انا قلبي مقبوض. طيب ليه حاسس ان انا قلبي مقبوض؟ عشان وانا بتعامل مع حد الشخص ده قال لي ان انا مكشر, وانا مكشر انا كنت بتعامل معاه بطريقه وحشه, ودي حاجه ضايقتني عشان انا في المطلق مش الشخص اللي بيعمل كده. فلما انا مش المطلق الشخص اللي بيعمل كده حسيت ان انا في حاجه غلط فيا. طب هو انا ايه اللي غلط؟ طب هل الغلط ده النهارده بس, ولا هل دي حاجه كانت بتحصل معايا قبل كده؟ طب هو انا كويس؟ هو انا حاسس بايه دلوقتي حالا؟ طبعا يعني تعال نزوم اوت. انا عارف ان الموضوع ده في الاول ممكن يبقى مرعب, وعارف ان انت لما ممكن تفتح على نفسك الفتحه دي وما تقفش وتقعد 3-4 ساعات, او ممكن تفتح على نفسك الفتحه دي وتبدا تعيط, او تبداي تحسي ان انت مش قادره, او you're very stressed. I'm here to tell you ان that's fine. It's okay يا حبيبي, it's okay يا حبيبتي, it's okay.
you're gonna be okay. reflection is difficult في الاول عشان كده، عشان احنا بنحس ان احنا لو فتحنا الفتحه، لو انت يعني بص وربت الباب سيكا كله هيفضل جري 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 ومش هتبطل. but trust me on this, I swear وحياة امي والله العظيم if you stick to it، ولو كملتها الدنيا واحده واحده هتبدا تتحسن. والجميل جدا في ريفلكشن ان انت لو بترفلكت كتير انت هتبدا تلاقي ان بتلاحظ حاجات عن نفسك عمرك ما كنت ملاحظها قبل كده. ليه؟ عشان لما انت بتيجي تكتب، الكتابه بتجيب كتابه. يعني انا بدات اكتب عن حاجه معينه هلاقي نفسي مره واحده بدات اكتب عن حاجه تانية. وعادي جدا ان انت تفضل تنط من توبيك لتوبيك. don't judge yourself about it, don't judge yourself ابدا وانت بتكتب. you're just fucking writing, okay, you're just fucking writing. فانت هتبدا تكتب 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 لحد لما توصل لمرحله ان يا نهار اسود انا بدات ان انا بكتب ان قلبي مقبوض، دلوقتي انا بتكلم على علاقتي مع ابويا او علاقتي مع امي. فاهم قصدي؟ لما توصل لكده كمل كتابة لحد لما تحس ان انت مش قادر، او لحد لما تحس ان انت خلاص عايز تقفلها هنا. اقفل، اهدى، خد خطوة واهدى وقول ايه holy shit this was heavy. مش مشكلة، ريح ليلتها، ريح اليوم اللي بعديه، اليوم اللي بعديه اكتب تاني، اليوم اللي بعديه اكتب تاني. ودي واحدة من الحاجات ان انت مش لازم تكتب كل يوم، بس من وجهة نظري على الاقل في الاول اول شهرين او 3 عشان تبدأ تبني الهابت دي اكتب يوم ورا يوم. يعني ايه؟ يعني لو ما كتبتش النهارده اكتب بكره، لو كتبت بكره مش لازم تكتب بعده بس لازم تكتب بعده. يعني ايه؟ يعني انا لو كتبت امبارح مش لازم اكتب النهارده بس لازم اكتب بكره، ولو كتبت النهارده مش لازم اكتب بكره بس لازم اكتب بعده. فاهم قصدي؟ فانت بتحط لنفسك السيستم بتاع انا بحاول على قد ما اقدر اكتب يوم ورا يوم، او اكتب every other day، او تكتب كل يوم. ولو كتبت كل يوم that would be amazing. عشان واحده واحده انت تبدا تلاقي ان when you're reflecting انت بتشوف ايه اللي بيحصل في السب كونشس بتاعك. وهي دي اللقطه، ان كل اللي في السب كونشس بتاعنا ده هي كل الحاجات الحلوه والوحشه عننا. كل المشاكل اللي عندك في الدنيا لما تيجي تدور عليها هتلاقيها مزروعه عندك في السب كونشس. اي تروما هتلاقيها عندك في السب كونشس، اي حاجه تقيله هتلاقيها عندك في السب كونشس. فوين يور رايتنج انت بتمرر اللي بيحصل في السب كونشس ده على الورقه او على اللابتوب او على التليفون. واحده واحده بتبدا تلاقي ان انت بتلاحظ باترنز عن نفسك. وانا ممكن احكي لكم على 100 باترن انا لاحظته. يعني حاجه ببساطه جدا، انا كنت طول عمري فاكر ان انا شخص كونفيدنت قوي، وكنت طول عمري فاكر ان انا عندي ثقه كويسه قوي في نفسي، وكنت طول عمري عارف ان حاسس ان انا عندي سيلف وورث رهيب. لحد لما اكتشفت بعد مراحل كتير قوي من الكتابه ان انا ما عنديش سيلف وورث عالي خالص، وان انا ما كنتش كونفيدنت خالص. انا كنت فاكر ان انا كونفيدنت، بس الكونفيدنس ده كان جاي من الايجو. ليه؟ عشان لقيت ان في حاجات بسيطه جدا جدا جدا، والله العظيم انا بتكلم جد، زي مثلا لو بنت، الكلام ده من فتره، لو بنت اطول مني ما بحسش ان انا راجل كفايه. لو ولد انجح مني في حاجه هو بيعملها ما بحسش ان انا راجل كفايه. لو اخواتي عملوا حاجه هم ناجحين فيها اكتر فتسقف لهم من امي وابويا ما بحسش ان انا راجل كفايه. تتخيلين الموضوع كان واصل لايه؟ كان واصل لليفل يعني توكسيك ماسكلينيتي ابن لذينه، كويس اصلا لمرحله توكسيسيتي يعني فجره جحده، يعني حاجه اللي هو جحيم. فاهم قصدي؟ لحد لما اكتشفت ان I am not as confident as I think، وان my self worth is not in me. انا ثقتي في نفسي ما كانتش جايه، يعني عمرها ما كانت بتنبع مني انا، ولكن كانت بتنبع من ايه؟ من الحاجات اللي انا بعملها، من السكسسز بتاعتي. فكنت لما ابقى في المدرسه اجيب درجه اعلى ماي سيلف وورث بيعلى، لما يبقى شكلي احلى في الجيم ماي سيلف وورث بيعلى، لما بعرف اعمل حاجه كويسه في الشغل ماي سيلف وورث بيعلى، لما بعمل بودكاست جامد ماي سيلف وورث بيعلى. لحد لما اكتشفت ان هو انا حياتي كلها انا حاطط السيلف وورث بتاعي على حاجات، على اكشنز، مع ان السيلف وورث بتاعي المفروض يبقى فيا انا. عشان whether or not I decide to make a good podcast ولا لا، whether I decide to get a good guest ولا لا، او a good solo podcast ولا لا، I still have the same value. انا لسه نفس البني ادم بنفس السيلف وورث، واستاهل نفس الحب ونفس التقدير على الاقل من نفسي. فدي واحده من الحاجات اللي اكتشفتها في ريفلكشن. بعد كتابه كتيره قوي 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 بدات الاحظ نفسي وانا بقول
ان I'm very confident I have a lot of self worth. بس بدأت الاحظ ان انا لما كنت مثلا برفلكت على ان انا حسيت ان انا مش راجل كفايه وانا واقف جنب بنت اطول مني، والكلام ده بجد حقيقي، لما كنت مش حاسس ان انا راجل كفايه وانا واقف جنب بنت اطول مني، بدات الاحظ انت يوسف، ما هو انت منين بتقول ان انت واثق من نفسك وان انت عندك السيلف وورث الرهيب ده، ومنين بتقول ان حاجه تافهه زي الطول او الشخص ده ناجح في حاجه اكتر منك ولا لا، بتخليك تحس ان انت مش كفايه، او بتخليك تحس ان انت ما تستاهلش حب، ما تستاهلش تقدير. منين يا معلم؟ منين السيلف وورث ده؟ فساعتها لقطتها. انا ممكن احلف لك وابصم لك بالعشر ان انا مستحيل كنت القط حاجه زي دي if it wasn't for reflection. impossible. ازاي هلقطها لولا ان انا كتبت عليها اكتر من 20-30 مره؟ عمري ما كنت هلقطها. And that's how powerful it is. It's such a powerful fucking tool because it allows you to look inside. بتخليك تفتح لمبه، بتخليك تبص ايه اللي جوه. ريفلكشن بتنور لك دماغك، بتخليك تبدا تبص ايه اللي بيحصل جوه. تخيل معايا ان انت داخل الاوضه دي كحل بيتش فاكينج بلاك، انت مش شايف اي حاجه. فكل اللي انت بتحاول تعمله بريفلكشن ان انت بتكسر في الحيطه عشان تشد سلك عشان تركب لمبه. بس وانس ان انت ركبت اللمبه دي انت نورت كورنر من الاوضه، فانت خلاص عندك الكورنر ده باين، فشايف في زحمه وفي كراكيب كتير فشخ في الكورنر ده. فواحده واحده بدات ايه، ترصها، نظفتها شويه، شلت الغباره، شلت الكلام ده كله، شديت، كسرت تاني في الحيطه، شديت سلك تاني، نورت لمبه تانية، لقيت الكورنر التاني مفشوخ، رحت عامل ايه، رحت فاتح الباب واخد الحاجه طلعتها بره، نظفت نفس الكلام. لحد لما واحده واحده هتبدا تلاقي ان انت شديت السلك ده حوالين الاوضه كلها وان الاوضه كلها نورت. ايه بقى اللي هيحصل يا معلم لما الاوضه كلها تنور؟ هتبقى انت على الاقل شايف انت رايح فين، مش هتفضل تقع تتكعبل عشان في هنا كرسي وفي هنا ترابيزه وفي هنا معرفش ايه وفي هنا البوكس بتاعك اللي من 12 سنه اللي انت ما فتحتوش عشان مرعوب ان انت تفتحه عشان فيه تروما. فاهم قصدي؟ هي دي اللقطه. ده اللي الريفلكشن بيعمله، بيخليك تفتح لمبه جوه دماغك تنور بيها الاوضه دي، عشان المصيبه لو انت داخل جوه اوضه ما تعرفش انت رايح فين، عشان هتقع وهتتشنكل وهتتكعبل والدنيا هتتفشخ. فريفلكت، عشان الريفلكشن هيفرق في حياتك كلها. ومع الوقت بعد لما تفضل تكسر في الحيطان كلها وتفضل تشد سلك من هنا لهنا لهنا، هيبقى عندك الفرصه بعد لما تنظف الاوضه كلها ان انت تبدا تعمل ايه، تبدا تدهن الحيطه تاني وتبدا تدخل بقى اللي انت عايزه. انا عايز الاوضه يبقى شكلها حلو، فهبدا ادهن الحيطان، وهبدا اجيب الاباجوره الفلانيه احطها هنا، وابدا اجيب الديسك ده احطه هنا عشان شكله حلو، وهجيب سجاده، وهدلع بقى المسائل وهدلع الدنيا. بس عمرك ما تعرف توصل لده غير لما تنور دين النور اللي في الاوضه عشان تبقى شايف انت بتعمل ايه. And that is what reflection is going to do for you. So what I would recommend is start reflecting. انت مش لازم ترفلكت بطريقه معينه، مش لازم تكتب عن حاجه معينه كل يوم، مش لازم تكتب عن اي حد، انت بتكتب اللي انت حاسس ان انت عايز تكتبه دلوقتي حالا. واللحظه اللي انت حسيت ان الموضوع تقيل قوي قوي عليك وانت بترفلكت، وقف يا حبيبي، اتس اوكي، تيك ا ستيب باك، تشيل، اشرب كوبايه قهوه حلوه وارجع ريفلكت تاني when you have the capacity and you have the time. بس the more you reflect the better you become at reflecting, the better you become at noticing المشاكل, the better you become at understanding and being aware of who you are and of yourself. Reflection will change your fucking life. وبعد reflection بقى we can talk about meditation، بس ده انا كده هعمل سولو بودكاست كامل عليه.